انا اللي دعيت على جوزي علشان خاني وظلمني، واللي حصل بعد كده كان صدمة. هحكي لكم قصتي، لكن قبل ما احكي بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. انا بحكي لكم القصة دي بعد جوازي ب5 سنين. جوزي كان مسافر برا مصر، وكان بينزل اجازة كل سنة شهر واحد في السنة بس عايزة اقول لكم ان الشهر ده كان اصعب شهر بيعدي عليا. ما كنتش ببقى طايقاه، ولا هو طايقني، ولا هو طايق لي كلمة، ولا انا طايقه اشوفه اصلا. وفي يوم خدني الفضول ومسكت موبايله من وراه وهو نايم، وفتحت موبايله، وبالصدفة لقيت محادثة ليه مع بنت متجوزة. المحادثة كان فيها كلام مش كويس. انهارت وفضلت اعيط كتير جدا، ولما واجهته كنت هسيب البيت واتطلق. قال ان دي واحدة كان عايز يخطبها زمان قبل ما يعرفني، بس باباه ما كانش موافق، وهي اتجوزت واتطلقت علشانه، وقال برضو انه مش هيتجوزها وان هي اللي بتجري وراه. وقعد يهدي فيا ويقول انه مش هيكلمها تاني، بس كان كل ما ينزل اجازة اعرف انه لسه على علاقة بيها، وبتقهر واقعد اعيط كتير جدا بسببهم. وما كنتش ببقى عارفة اعمل ايه، انا معايا بنت منه، وكنت كل يوم انام معيطة بسببهم، لانها كانت بتدخل لي على صفحتي على الفيسبوك، وكانت بتدعي عليا كتير جدا، وكانت بتشتمني شتايم صعبة جدا. كنت ببقى مقهورة، كنت بقعد ادعي عليهم ليل ونهار، لدرجة ان دعيت عليها في يوم انها تموت، ودعيت على جوزي ان اشوفه متكسر قدامي ويعمل حادثة. وبعد شهرين دخلت على صفحتها، لقيت اصحابها منزلين انها ماتت وجالها سكتة قلبية، وجوزي عمل حادثة بعدها على طول. برغم كل ده ما قدرتش اسامحه. وجوزي لما خف وخرج من المستشفى وعرف ان انا دعيت عليها وان هي ماتت بسبب دعوتي، قال لي سامحيها، حرام عليكي، ده انتي قلبك اسود قوي، دي واحدة بين ايدين ربنا. قلت له لا، مش قادرة اسامحها. وعدت الايام وحملت في بنت تانية، وجوزي لما عرف قال انا عايز ولد. هو انتي خلفتك كلها بنات؟ كل اللي انتي بتعمليه بتجيبي بنات وبس؟ انا عايز ولد. اللي بتجيب بنت خلفتها بتبقى بنات على طول. وخاصمني شهر كامل، وكأن انا ليا ذنب في ان اجيب بنت او ولد. قعدت اعيط وانهارت. انا ماليش ذنب، انا ذنبي ايه ان انا خلفت بنت او ولد؟ وفي عز ما انا بعيط دعيت عليه وقلت يا رب يرزقك بولد يطلع عينك. وبعد فترة حملت في ولد، وطلع عنده ضمور في المخ، وبقالي 2 سنين بلف بيه على دكاترة مصر كلها. انا اللي دعيت على جوزي علشان خاني وظلمني، واللي حصل بعد كده كان صدمة. هحكي لكم قصتي، لكن قبل ما احكي بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. انا بحكي لكم القصة دي بعد جوازي ب5 سنين. جوزي كان مسافر برا مصر، وكان بينزل اجازة كل سنة شهر واحد في السنة بس عايزة اقول لكم ان الشهر ده كان اصعب شهر بيعدي عليا. ما كنتش ببقى طايقاه، ولا هو طايقني، ولا هو طايق لي كلمة، ولا انا طايقه اشوفه اصلا. وفي يوم خدني الفضول ومسكت موبايله من وراه وهو نايم، وفتحت موبايله، وبالصدفة لقيت محادثة ليه مع بنت متجوزة. المحادثة كان فيها كلام مش كويس. انهارت وفضلت اعيط كتير جدا، ولما واجهته كنت هسيب البيت واتطلق. قال ان دي واحدة كان عايز يخطبها زمان قبل ما يعرفني، بس باباه ما كانش موافق، وهي اتجوزت واتطلقت علشانه، وقال برضو انه مش هيتجوزها وان هي اللي بتجري وراه. وقعد يهدي فيا ويقول انه مش هيكلمها تاني، بس كان كل ما ينزل اجازة اعرف انه لسه على علاقة بيها، وبتقهر واقعد اعيط كتير جدا بسببهم. وما كنتش ببقى عارفة اعمل ايه، انا معايا بنت منه، وكنت كل يوم انام معيطة بسببهم، لانها كانت بتدخل لي على صفحتي على الفيسبوك، وكانت بتدعي عليا كتير جدا، وكانت بتشتمني شتايم صعبة جدا. كنت ببقى مقهورة، كنت بقعد ادعي عليهم ليل ونهار، لدرجة ان دعيت عليها في يوم انها تموت، ودعيت على جوزي ان اشوفه متكسر قدامي ويعمل حادثة. وبعد شهرين دخلت على صفحتها، لقيت اصحابها منزلين انها ماتت وجالها سكتة قلبية، وجوزي عمل حادثة بعدها على طول. برغم كل ده ما قدرتش اسامحه.
وجوزي لما خف وخرج من المستشفى وعرف ان انا دعيت عليها وان هي ماتت بسبب دعوتي، قال لي سامحيها، حرام عليكي، ده انتي قلبك اسود قوي، دي واحدة بين ايدين ربنا. قلت له لا، مش قادرة اسامحها. وعدت الايام وحملت في بنت تانية، وجوزي لما عرف قال انا عايز ولد. هو انتي خلفتك كلها بنات؟ كل اللي انتي بتعمليه بتجيبي بنات وبس، انا عايز ولد. اللي بتجيب بنت خلفتها بتبقى بنات على طول. وخاصمني شهر كامل، وكأن انا ليا ذنب في ان اجيب بنت او ولد. قعدت اعيط وانهارت، انا ماليش ذنب، انا ذنبي ايه ان انا خلفت بنت او ولد؟ وفي عز ما انا بعيط دعيت عليه وقلت يا رب يرزقك بولد يطلع عينك. وبعد فترة حملت في ولد وطلع عنده ضمور في المخ، وبقالي سنتين بلف بيه على دكاترة مصر كلها. انا مش عارفة اعمل ايه، انا حاسة بالذنب قوي، وصعبان عليا ابني وهو مش بيشوف ولا بيمشي، وحاسة ان كل ده بسببي. انا ما كانش قصدي ان ادعي اجيب طفل معاق، انا كان قصدي طفل شقي يطلع عينه. انا مش عارفة اعمل ايه ونفسيتي تعبانة جدا. ياريت تقولولي رأيكم في التعليقات، انا هشوف تعليقاتكم كلها.